طيب كنت بدأت الحلقة مع حضراتكم وقلت لكم على صفحة إبراهيم فايق على إكس، كنت سألتكم سؤال للأهلاوية، سؤال محدد أهو، قلت لأني هستعين بيه. هل ترب مقنع بالنسبة لك؟ إذا جاوبت الإجابة بنعم فده يعني إنك مقتنع بيه بنسبة أقل من 50%. إذا جاوبت الإجابة بنعم جدا فأنت مقتنع بيه أكتر من 50%. إذا قلت لأ فأنت بتقول إنك مش مقتنع بيه على الإطلاق لحد اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها. مر يمكن انا منزل الفوتنج ده من الساعه، التصويت ده من الساعه 10، يعني احنا داخلين على ساعتين دلوقتي. عدد اللي شاركوا لحد دلوقتي 3296. ما اقدرش اقول ان دي شريحه معبره بالضروره، لكن اقول هي دي الشريحه اللي موجوده لحد دلوقتي. اللي قالوا نعم من المجموع ده 34%، فمعنى ان هم شايفين فعندهم درجه من درجات الاقتناع. اللي قالوا نعم جدا 15%، يعني مقتنعين بيه اكتر من نسبه 50%، تتراوح النسبه دي لحد ما توصل ل 100%. لما تجمع الاثنين على بعض هتلاقيهم بيعملوا لك بحوالي 49%. 49% مقتنعين بترب لحد هذه اللحظه او لحد التصويت اللي موجود قدامي. انما اللي قالوا لا فنسبتهم نسبتهم المئويه من المجموع 51%. طيب انا ليه بسال السؤال ده؟ لانه ده مش حكم على المدير الفني يا كابتن مصطفى نهائي وباتي، انما هو زي مؤشر حراري بيعرفك هو في انهي حته بالنسبه للجمهور ولاي مدى هو قدم اللي عنده. وده سؤالي لحضرتك، لاي مدى بتشوف ان الراجل قدم اللي عنده تاني لسه ما شفناهوش، مقنع بالنسبه لك؟ طب لو مقنع فمقنع بانهي درجه؟ بص، هو بقاله فتره دلوقتي ماسك الفرقه، وزي ما انا قلت في بدايه كلامي ما عندوش الحلول الفرديه. المفروض المدرب يبقى عنده حلول فرديه، بيبقى محضر اللاعب البديل للموجود في الملعب عشان يقدر يفكر بيه ويقدر يعمل بيه طريقه جديده والكلام ده كله. انا شايف ان النهارده الى حد ما الشوط الاولاني الى حد ما لو سجلنا فيهم الجولين بتوع بين رمضان دول كان ممكن نقول الفرقه بدات ترجع تاني. انما الشوط الثاني انا شايف ان في بطء في التحضير من السوبرات اللي ورا لنص الملعب. وبعدين شايف ان الزياده العدديه اللي في البوكس اريا بالنسبه للمهاجمين او من نص الملعب اللي بيكمل في مش شايف معالم للفرقه. انا مش شايف معالم للفرقه. انما لو جبنا جول او جولين هقول لك ممكن الناس تقول لك اتغيرت الخطه. انما اللعبه انا شايف من ساعه ما مسك الراجل انا ما فيش مباراه انا مقتنع بيها بالنسبه للفرقه. الفرقه يا اما اللعيبه مجهده يا اما اللعيبه بتلعب وحش قوي. الاجهاد دي يمكن مش بتاعته، ممكن تبقى ضريبه اللي قبل. لا ازاي يا ابراهيم؟ مش معاه واحد مسؤول عن الحته والله دي. طبعا معاه واحد مسؤول عن الاحمال. وهو بقى له فتره مع الفرقه، احنا قلنا هنستنى عليه شويه، انما الفتره دي طالت يا ابراهيم فما ينفعش. ففي حتى هتقول لي ما فيش وقت، الناس تقول لك ما فيش وقت ان يدرب كل 3 مباريات. دلوقتي ما فيش وقت، ما فيش وقت بالعكس. بس انا عاوز اقول لك على حاجه. انت ممكن تجيب اللاعب زي ما كان بيتعامل معانا على الواقف، تحفظ اللعيب لو ما عندكش وقت، تحفظ اللعيب. انما دلوقتي انا شايف يا ابراهيم ان ما فيش حاجه جديده في الفرقه. طيب كابتن سيد، انتوا بيجي كان عليكم اوقات تضغطوا كنتوا كتير جدا مع اغلب المديرين الفنيين اللي انتوا بتلعبوها، دي طبيعه النادي الاهلي اصلا وده قدر النادي الاهلي. المفروض ايه اللي بيحصل في وقت الضغطه بتاعت الماتشات؟ لو كل 3 ايام ماتش، كان ايه اللي بيحصل؟ كان بيتم تعديل مواقف ازاي؟ اخطاء ازاي؟ يعني زي ما بيتكلم الكابتن مصطفى، يعني في اضيق الحلول ان انت ممكن على الواقف التحركات بتاعتك، الشكل بتاعك. انا بشوف يعني مع تروب النادي الاهلي يمكن الناحيه الدفاعيه بقت افضل. يعني هو الناحيه الدفاعيه حتى هو شكر المدافعين كلهم ماشيه بشكل كويس، ما بيجيش عليك فرص زي الاول، مساحاتك مش موجوده زي الاول. انما في نفس الوقت برضو الناحيه الهجوميه ما فيش التنوع الكبير، ما فيش المفاجاه. انا ما بتفاجئش من المهاجمين بتاع النادي الاهلي. هنتكلم زي ما انت اتكلمت في نقطه طاهر وانا اتكلمت فيها والكابتن مصطفى ووليد. نقطه النهارده بن شرقي لعيب كويس جدا ولعيب مهم جدا، بس انا مش هستنى كل 4 5 ماتشات يعمل لي ماتش جامد. يعني
المفترض ان هو برضه في غياب تريزيجيه وغياب زيزو يبقى هو من اللعيبه المهمين النهارده في الملعب اللي بيكسبوني اللي هو انا مش بتاع ترقيصه وترقيصتين، ده ما يعني ما يديلكش الايحاء، لا انا عايز واحد يفنش، واحد يجيب لي جون، واحد يكسبني. انت عمل يعني مباراه الاسماعيلي عمل اداء جيد جدا، بس انا مش هستنى كل 3 4 ماتشات يا ابراهيم. ده في النادي الاهلي مش هتحس بيه. انا مش 3 ماتشات واحس بن شرقي ان هو موجود وعمل ماتش جامد جدا واجي بعدها استنى ماتشين 3. لا، انا محتاجك النهارده في غيابات اهم الاثنين لعيبه مثلا الموجودين الفتره اللي فاتت زيزو وتريزيجيه، فالمفترض ان انت تبقى احسن واحد النهارده. عايزين مستوى ثابت يا سيدي. يعني ده الطبيعي بتاع لعيب الكوره، ان انت هو لعيب الكوره استمراريه. الطبيعي بتاعه ايه؟ 5 6 ماتشات مستوى ثابت، بيجي له بعد كده يا ابراهيم يا اجهاد يا اصابه. أيوة. تبدا مستواك يقل شويه بعد كده ترجع تاني، انما مش الطبيعي ماتش يوم السبت اعمله جامد جدا يوم الاربعاء وحش. فده مش في الكوره. فانا بشوف ان في بعض اللعيبه لازم، وخصوصا الناحيه الهجوميه في النادي الاهلي، الناحيه الهجوميه في النادي الاهلي لازم كل مباراه يبقى ليك شكل، لازم يبقى ليك تاثير جوه الملعب، لازم اهدافك تبقى موجوده. طيب بالنسبه لك، عشان ارجع للسؤال اللي كنت بساله في الاول، ترب مقنع بالنسبه لك بنسبه قد ايه؟ المجمل اجمالي يعني مقنع بالنسبه لي على المؤشر بتاع من 0 ل 100%. لا يعني ممكن مقنع بالنسبه لي بنسبه 60%. طيب نسبه كبيره مش انا دايما بحط النقطه الاهم للعيبه. يعني انا هدي لك حاجات على السبوره او في الخطه عامه قبل المباراه يا ابراهيم، بس انت لو عملت حاجه ابداعيه جوه المباراه. انا ضربت مثل لوليد واحنا قاعدين جوه، كنا بنلعب فرقه ليوبار بره في غانا او كونغو، في الكونغو، ماتش مقفول تماما، مجرد بس ابو تريكه لف بواحده حطها بينيه، وليد جيري سبرنت سبق الاثنين مدافعين، الجون طلع عليه حطها من فوقيه. كابتن محمد يوسف كان ماسكنا وقتها، هو مدرب كبير ومدرب كويس، بس هو ما قالش لابو تريكه لف وحطها لوليد كده، يعني ما اتمرناش عليها. برافو عليك. ده لعيب عنده رؤيه اسمها الحته الابداعيه. ايوه، ما هم انا جايبك ليه بفلوس؟ عشان انت مبدع. عشان لا جايبك ليه في انا الاهلي؟ لو جايبك تباصي للي جنبك ما هجيب بقى من اي حته وخلاص. هجيب وليد وهو مبطل بقاله 5 6 سنين، هجيب سيد بقاله 10 سنين، هجيب الكابتن مصطفى بقاله 20 سنه، الباص اللي جنبه عادي. انت فاهمني؟ يعني ده الطبيعي، انما لازم تفاجئني، لازم احس ان في، اقول لك الله على الكوره. انت حتى انا كمدرب احس ان انت عملت حاجه ابداعيه بالنسبه لي. عرفت توصل لحد الحته دي. انا مستني اشوفك انت بقى ايوه يعني هتوريني ايه مختلف، انما هتعمل لي الطبيعي مع اي حد. خلاص اطلع انت نازل. هل انت وصلت اللعيب بتاعك للمرحله اللي هو يستوعب في الملعب ويقدر يعمل حاجه؟ مش هيستوعب يا كابتن. لا دي لعيب الابداعات. ده هو يعني كابتن سيد بيتكلم في جزئيه. انا عارف حضرتك مثلا على وقتك وعلى جيلك كان فنك في الكوره هو اللي بيخلي الكابتن مصطفى عبده لحد النهارده الناس كابتن قبل ما الماتش يبدا الفن يعني اللي بيقدمه كان الكابتن محمود الخطيب، الكوره اللي بالكعب اللي كل الناس بتتفرج عليها النهارده. يعني انت مش عارف يا ابراهيم دي مش شبه حاجه. لما الماتش هيبدا ان الكابتن مصطفى هيروح على الخط 5 6 مرات وهيعمل الكروس وهيسبق الناس قبل ما الماتش يبدا. انت عارف ان هو دي هيعملها وهتكون هو كابتن في حته كمان مهمه جدا. اللعيب احنا ايامنا كنا بنسمع من الكبار انك لازم تعيش الماتش وتعيش لحظات الماتش طبعا. يعني اتذكر سيد الجول اللي اتعمل بينك وعبد الله وانا وتريكا في الزمالك. الجول ده ما حدش قال لنا عليه نعمل كده، بس احنا كنا عايشين الماتش. انهي ماتش ده؟ ماتش الزمالك في الجونه في 4-2. الجول الاسيست اللي بالكعب بدا من عند سيد لعبد الله، لابو تريكا ليا وليد، وبعد كده ابو تريكا جاب الجول. ده ما حدش قال لنا عليه. وليد بالكعب. احنا كنا عايشين الماتش وعايشين كل لحظه، وعارفين ان في مساحات فاضيه في ظهر الخصم. زي عماد متعب الجول اللي جابه، عماد لما راح خطوه طلع المدافع بره سيد وراحت معديه راح لعبها بدماغه، ما حدش قال له تعمل الكلام ده. ده حاجه قدرات طبعا، دي قدرات لعيبه وبتعيش مواقف اللعب وتعيش اجواء الماتش بشكل كبير جدا. لكن انا في نقطه برضه ابراهيم عايز اتكلم فيها، ان لازم الراجل برضه يراجع حته ان في لعيبه لازم تلعب صح يعني، او تلعب في اماكن صح. انا بالرمضان الفتره اللي فاتت لو ركزت كان بيطلع بره كتير جدا على اللجنات. أيوة. بالرمضان لازم ياخد من تحت الفيرود في الحته اللي تحت، ما يطلعش بره في العمق. النهارده في العمق. كان كويس ليه؟ ان كان دايما بياخد وشه للجول بين الخطوط، لكن الماتشات اللي فاتت كان بيطلع بره على الخط ويستلم لتحت يبقى وشه الجون، ما عندوش، لازم يخش بقى في خناقه ويلعب دايما لتحت مش ايجابي. لكن النهارده كان عنده الايجابيه ان كان دايما بياخد بين الخطوط وبياخد بوشه على مرمى الخصم. وبن شرقي لما
النهارده لعبوا رايت وهو اصلا مش عدلته. طيب انت عايز فاصل ولا عشان عايز اخش في موضوع تاني؟ عايز فاصل طبعا، بطل العالم في الفواصل، انت عارف. مدمن فواصل. روح فاصل يا سيدي.